السلام عليكم. الفطيرة التركي بشكل وطعم جديد، حاجة كده روعة، طرية وهشة جدا بحشوة لذيذة قوي وغنية. للمبتدئين هيعملوها بكل سهولة لأنها من أسهل المعجنات اللي ممكن نبدأ بيها، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في أي بيت. يلا نبدأ، بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. في بولة عميقة هحتاج كوباية من اللبن الدافي وعليه معلقة صغيرة سكر مع معلقة من الخميرة، نقلبهم كويس وهسيبهم 10 دقايق يخمروا. وبعد ما خمروا ننزل بكوبايتين من الدقيق، ونخلي نص كوباية على جنب هنحتاجها في العجن، ونزود ربع كوباية زيت ونقلبه كويس مع الدقيق عشان ما يكتلش. رشة ملح بقى على العجين، والمنكهات بتاعتنا رشة توم باودر وبصل باودر، وبس كده. هقلبها الأول كويس لحد ما المكونات تمتزج كده مع بعض، وابدأ أعجن فيها. وجنبي نص كوباية الدقيق باخد منه لو احتجت، مش بنحطه كله، احنا بناخد منه لحد ما يدوب العجينة تمسك. حتى لو ملزقة شوية ما نزودش دقيق، وده عشان تطلع هشة ومش ناشفة. وكده خلاص مسكت معايا، مش هحتاج ازود بقى تاني. هفضل اعجن فيها حبة حلوين، يعني حوالي 10 دقايق، لحد ما تبقى ناعمة ومرنة معايا كده بالشكل ده، ومش بتلزق في ايدي، وده اهم حاجة. هبدأ اعملها كورة كده عن طريق اني امسكها براحة ايدي من فوق، وبصوابعي من تحت بلمها علشان ما تلزقش. بصوا مش بتلزق خالص وناعمة جدا. عملتها كورة بقى وهسيبها تخمر حوالي ساعة. ممكن نسخن الفرن شوية ونقفله ونحطها، هتخمر معانا بسرعة جدا. وعلى ما تخمر بقى تعالوا نروح نحضر الحشوة بتاعة الفطيرة. هحتاج فلفل رومي وألوان لو متوفر، ونقطعه مكعبات كده. وهنا استخدمت صدر فرخة وقطعته مكعبات متوسطة وعليه رشة فلفل اسود. ممكن نستخدم لحمة مفرومة، تونة، بسطرمة، اي نوع حشوة تحبوه، واي بواقي كمان من التلاجة. ومعانا بقى جبن مبشورة، شيدر وبارميزان وجبنة موتزاريلا، معلقتين كبار من الذرة الحلوة، وكمان زيتون اخضر او اسود اللي متاح. معلقتين زيت بقى يسخنوا على النار، وننزل ببصلة مفرومة ونحط عليها معالق صغيرة من الملح والفلفل الاسود عشان يدبل. واول ما دبلت نزلت بالفراخ تاخد صدمة، واقلبها شوية. بعدين هحط عليها خلطة الشاورما او الشيش، وده اختياري طبعا لو متوفر. نقلبها كويس بقى في التوابل، وانزل بالفلفل وبهاراتنا بقى. معالق صغيرة من بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ملح، كزبرة، وجنزبيل. هقلبها بقى كويس مع التوابل دي، وهتبدأ تنزل ميتها. انزل بجزر مبشور والذرة وكمان الزيتون، اوطي النار بقى واغطي عليها شوية لحد ما تشرب ميتها وتنشف عشان ما تبوش العجينة. وكده خلاص بقت جاهزة معايا. مش قادرة اقول لكم ريحتها تحفة ازاي وطعمها رائع بجد. ممكن تعملوا بيها سندوتشات او كريب، هتكون حلوة ومغذية جدا. ودي العجينة بعد ما خمرت. هلمها بقى واعجن فيها حبة صغيرين، بعدين هنقلها على الرخامة وابدأ اشتغل فيها. برش حبة دقيق على السطح اللي هشتغل عليه. بعدين لميت العجينة وهقسمها نصين كده بالشكل ده. هسيب اول نص كده على جنب، وابدأ اشتغل في النص التاني. بعمله كورة كده ورشة دقيق بسيطة، وابدر برضو النشابة بالدقيق. وهبدأ افردها على شكل دايرة من كل جنب كده لحد ما تفرد معايا. مش عايزاها رفيعة قوي عشان ما تنشفش، يعني خلوها سميكة شوية. وبعدين انقلها في صينية مدهونة زيت. الصينية دي مقاس 28، وده كده حجم مناسب قوي للعجينة. اتأكد انها اتفردت كويس قبل ما ابدأ احط الحشوة. هبدأ بقى اوزع الحشوة عليها وانيمها كده، مش عايزاها تكون بارزة لفوق، لا عايزاها متساوية عشان اعرف احط الطبقة التانية. نرش بقى ميكس جبن مبشورة، من رومي، شيدر، بارميجان، موتزاريلا، اللي تحبوه. وبعدين جبت النص التاني وهفرده بنفس الطريقة من كل الجوانب كده لحد ما تبدأ تعمل معايا شكل الدايرة. مش لازم تكون متساوية قوي، هنظبطها في الصينية، المهم تكون سميكة شوية، بلاش ترفعوها. وتعالوا بقى نشوف ازاي هنحطها في الصينية. بغطي الحشوة كويس بالعجين، بعدين ببدأ من عند الأطراف وخليها تمسك في الطبقة اللي تحت كويس من كل الجوانب كده بالشكل ده. امسكها كويس في بعض، وفي الاخر بقى انزل الزوايد دي بصوابعي كده بالراحة عشان تقفل كويس على الحشوة.
هطبطب عليها بصوابعي بالراحة كده، وبعدين بدهن الوش بحليب مخلوط بالعسل الاسود. العسل هنا هيديها لون ولمعة حلوة قوي، وكمان نكهة مميزة جدا. وما تقلقوش، الطعم مش هيتأثر بالعسل. رشة بقى من الجبن والسمسم، ولو متوفر حبة البركة كمان بتخلي شكلها جميل قوي. ندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 200. ولو عايزين الجبن متحمرة بالشكل ده حطوها تحت الشواية 5 دقايق. ودي الفطيرة بعد ما استوت، خطيرة بجد. بصوا بقى طرية وهشة ازاي، بجد تحفة. والعجينة كمان خفيفة وطعمة قوي. اول ما تطلع بنغطيها لساعة التقديم عشان تحتفظ بطراوتها دي. مش متخيلين ريحتها قلب الدنيا ازاي. احنا جوعنا حرفيا. دي احلى عجينة جربتها للفطير، لذيذة وخفيفة جدا. تعالوا نقطعها ونشوف شكلها من جوه قد ايه جميلة. حشوة لذيذة وغنية بطبقة كبيرة، مش مجرد بناكل عجين وخلاص، لا دي حاجة مغذية. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. لو لسه مشتركتوش في القناة انزلوا جري واعملوا اشتراك. اشوفكم على خير في فيديو جديد.